رسميا رضا سليم في النادي الاهلي لمدة 5 مواسم. الصفقة دي كنت متوقعها، او بصراحة كده كنت متوقع ان هيتم التعاقد مع بن شرقي او رضا سليم، حد منهم، بسبب استبعاد كولر لاحمد القندوسي في المباريات اللي فاتت. يعني حتى في المباريات اللي كولر قال بيجرب فيها اللعيبة علشان يشوفوا مستواهم مناسب للنادي الاهلي ولا لا، استبعد احمد قندوسي تماما. فبكده قندوسي هيخرج اعارة من النادي الاهلي الموسم ده. وتعالى بقى كده رضا سليم، لو سألتني كنت تتمنى التعاقد مع مين؟ مع بن شرقي ولا رضا سليم؟ كنت هقولك رضا سليم. لاعب لسه صغير ولاعب مستواه تصاعدي بشكل كبير، ويكاد يكون مستوى رضا سليم افضل من بن شرقي وهو في نفس سنه. كمان اشرف بن شرقي لو كان جه النادي الاهلي ما كانش هياخد نفس الراتب اللي هياخده رضا سليم، اكيد بن شرقي كان هياخد راتب اعلى بكتير من رضا سليم. مميزات الصفقة دي كتيرة بصراحة، واللاعب كبير وموهوب. رضا سليم زي ما وريتك قبل كده في فيديو ان لاعب متخصص كرات ثابته من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال، ودي زي ما قلت لك سلاح كولر عاوزه معاه في الفريق. وتعالى بص كده على الكام لقطه دول. كمان اللاعب برضو قدام الجول ما بيهزرش، لاعب الفينش بتاعه عالي قوي. الجناح ده متوقع تألقه في كأس العالم بإذن الله، وهيكون كلمة السر. وقلت لك ان 1-على-1 دي لعبته. معاك لاعب شبه متكامل، هو نسخة من اشرف بن شرقي. وتعالى بص كده على الكام ترقيصة دول. اللاعب ده جناح بدرجة صانع ألعاب عالمي، يعني من نفس نوعية بيرسي تاو وحسين الشحات، مش من نوعية طاهر وصلاح محسن والناس دي. أسيستات عالمية من رضا سليم.
كمان اللاعب ده يقدر يجيب لك فاولات كتير على حدود ال 18 ودي بتفرق قوي في الماتشات الكبيره، بكرات ثابته تقدر تخلص الماتش، وده السلاح اللي قلت لك كولر عاوزه معاه في الفريق. رضا سليم من نوعية اللعيبة المهرية ومن نوعية اللعيبة اللي بتعرف تلاعب الباك. يعني هقولك ازاي، يعني عندك نوعية زي جونيور اجاي كان بيعرف يلاعب علي معلول معاه، والاتنين عملوا ثنائية كبيرة. ليه بقى؟ لان جونيور اجاي كان بيعرف يقف على كورته وما كانش بيفقدها، وكمان كان عنده رؤية كويسة. نفس النوعية برضو رمضان صبحي بيعرف يقف على كورته ويلاعب الباك. برضو رضا سليم زيهم كده، لاعب معلم على الطرف، يقدر انه يلاعب محمد هاني او علي معلول. وانا متوقع ان كولر هيغير مركزه من جناح يمين لجناح شمال علشان يعمل ثنائيه كبيره مع علي معلول. طب تعالى كده على السريع اقول لك شويه معلومات عن رضا سليم. رضا سليم القيمه التسويقيه بتاعته ارتفعت ل 2 مليون و200 الف يورو، واللاعب ده لسه عنده 23 سنه، وزي ما قلت لك بيلعب جناح يمين او جناح شمال. اللاعب اللي قدامك ده بدأ اول مواسمه مع الجيش الملكي في عام 2019، وفي تاني مباراه للاعب نزل بديل في اخر 5 دقايق قدام فريق الوداد، والفريقين كانوا متعادلين 1-1. لاعب لسه عنده 19 سنة، متوقع يعمل ايه قدام اقوى فريق في المغرب، وفي تاني مبارياته لسه. اللاعب ده نزل قلب الدنيا كلها وسجل هدفين في ال5 دقايق اللي لعبهم عشان يخرج فريقه كسبان 3-1. ويجي بقى موسم 2020 واللاعب بيشارك في 17 مباراة، سجل 3 اهداف وصنع 2، يعني ساهم ب5 اهداف. واللاعب بينفجر الموسم اللي بعده وهو موسم 2021 وبيلعب مع فريقه 29 مباراة، سجل 7 اهداف وصنع 9، يعني بيساهم ب16 هدف. ودي ارقام جناح مش مهاجم صريح، وارقام لاعب لسه عنده 21 سنة بس. علشان بقى يجي في الموسم اللي بعده وهو موسم 2020 واللاعب بيشارك في 28 مباراة، سجل 7 اهداف وصنع هدف. وهنا بقى اللاعب مستواه نزل شوية وساهم ب8 اهداف بس. وبيجي بقى الموسم الخرافي وهو موسم 2023، اللاعب ده بياكل الاخضر واليابس، اداء اوروبي من رضا سليم، ويعتبر من اهم 3 وينجات الموسم ده في افريقيا. رضا سليم اكيد من بينهم. اللاعب ده شارك في 39 مباراة، سجل 13 هدف وصنع 14 هدف. انت متخيل ان اللاعب صنع 27 هدف، لعب 3066 دقيقة، يعني بواقع 34 مباراة ساهم فيهم ب27 هدف، يعني حرفيا بيدي مساهمة في كل مباراة. لو انت بتلعب مباراة كبيرة ومعاك رضا سليم على اليمين والشحات على الشمال، وجبت مهاجم سوبر زي موليكا ب4.5 مليون يورو او اي مهاجم تاني يعني يكون في الرينج ده ويكون عنده ارقام كبيرة، انت حرفيا هتعمل حاجة كبيرة في كأس العالم. عندك اجنحة ومهاجم عالمي، ده غير ان عندك في نص ملعبك ثلاثي اوروبي زي ديانج ومروان وامام عاشور. حرفيا انت هتعمل عظمة. بتمنى من ادارة النادي الاهلي ما تتخلش في موضوع المهاجم، فاضل تكة وتكمل التشكيلة المثالية بتاعتك، ما تبوظش بقى شكل الفريق وتستخسر تجيب مهاجم كويس وتروح بقى تجيب مهاجم ب900 الف دولار او بمليون دولار. الحاجات دي انت محتاج مهاجم يخلص كل الشغل اللي هيبقى تحته من الجناحين ونص الملعب الناري ده. واخيرا بقى ما تنساش اننا بجد بنتعب على ما نخرج فيديو زي ده بكمية المعلومات دي. يا ريت تقدر تعبنا وتعمل لايك للفيديو، لان دي الحاجة الوحيدة اللي بتشجعنا وبتخلينا نكمل. وتعمل اشتراك في القناة، وما تنساش بقى تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.